اسمع. نحن حكومة ندير قضايا الدولة، لا نتراجع. انت كدير قضايا الدولة، تنفذ واسكت وتنفذ واسكت. انت ستدير قضايا ديال الدولة المغربية. الدولة المغربية هبيلة تعطيك انت القضايا ديالها، هكا دير ما بغيتي. تسير الاستاذ الله يهديك. ولا نتنازل، نفتحوا الحوار، ما عندنا مشكل. ولو شان تحاور ما غتراجع مع التنازل. دابا هذا واش بعقله؟ قال لهم لا نتراجع ولا نتنازل، نفتحوا الحوار اجل الحوار باش تعرفوا راه ما كيعرفش كيقول. كون كنتي فنان ما تقولش لا نتراجع، نفتحوا الحوار. خليك مع الاخ نوش وخافين في عين. لا نتنازل ولا نتراجع ونفتحوا الحوار. ما كاين باس زعما تعالوا نقصوا ندوزوا وقيت. وهذا بعقل ودابا هذا ولكن لن يلوي احدا ذراع الدولة كيفما كان. شكون اللي كيلوي ذراع الدولة؟ شو هذا الخطاب هذا يا خوتي؟ هذا هو علاش انا خليته للاخر. هذا اخطر واحد. هذا واحد النوع يا لطيف. تصور ولاد الشعب مساكن اجي خارجين على بركه، بغاو على المساواه. كيما زدتوا الاداريين زيدونا حنا. قال لهم حكا حنا رجال تعليم، عطيونا قيم، عطيونا اعتبار، حنا ماشي غنم. شوف على خطاب قيس ننو الدوله كيهضر مع تبون دابا هذا ولا شوف كيتفرعن على خوتو الصغار وتفرعن على اسرائيل. نعرفك راجل عطي شي موقف، عطي شي موقف. هذوك اللي قتلوا لك ولادك في السعيديه في البحر وشاد لك واحد، عطي موقف. نعرفك راجل حر، نعرفك لا ما تلويش الدراع. بان لك هذو رجال التعليم عندهم 5000 درهم مساكن مصارنهم زورق جالسين يضلوا هنا يضربوا كل عصا تاكل العصا انت. لا نلوي دراعنا. معاهم كيهضر مع المواطنين جالس كيخاطبوا بهذا الاسلوب. شوف كيفما كان واينما كان موقعه. شكون ما كان وتقول كيحكم هذا. والعاده ولا لقيت شي جنرال ديال الجيش المغربي حق الله ويهضر معاك، لقى واحد التواضع وواحد الاداء والصواب. مشيت تلاقى اي مسؤول فتيت واخا والله تشوفوا كيفاش كيهضر واخاك. تلاقى حرامو، تلاقى الحموشي، تلاقى المستشار يد الملك. ماشي نقول لكم بعدا كيعرفوا كيفاش. لا ما كانوا لا ما قالوا غسلوا لا نقول. عقلتوا المغاربه شنو قال على المحامون واحد النهار؟ عقلتوا على هذه؟ اسمح لي الساده المحامين كيطلبوا اللي بغاو، ولكن ليس لحق في هذا البلد ان يطلب من وزير بالغاء القانون او عدم اعماله. كيدير واحد اللعيبه هذه والله ما حقيقيه صوته. لا هذا تمثيل كيمثل الله زعما هذا كيتوهم راه رجل سلطه، راه زعما زعيم عنده كاريزما. والا هذه الدوله تفككت. هذه دوله 12 قرن وهي موجوده، ما عمر زعزعها شي واحد، ما عمر يزعزعها شي واحد. يلا المحامون خرجوا قالوا ما تزعزعوا الدوله، الاساتذه خرجوا قالوا ما تعطيو دراع الدوله. واش هذا ما لقاش اخويا، ما لقاش. النقابات باعت الماتش. النقابات هي سبب الخلاف في المغرب، حيت النقابه هي اللي كتضغط في الاقتصاد. النقابات وليدي لقاوهم اغلبيتهم كرشهم واهقين كلاو وشربوا. لا هو اصل المشكل في المغرب. الضربه كانت عند النقابات. الضربه الاولى اللي المغرب تعمى في النقابات والاحزاب وجزء من الاعلام. علاش هذا بقى يتفرعن بهذه الطريقه؟